القصة اللي انا هحكيها دي او الحاجات اللي انا هتكلم فيها في الفيديو ده ان شاء الله، الحاجات دي كلها حصلت معايا بشكل شخصي. انا ما بقولكش ان الحاجة دي صح، انا بقول لك دي من واقع التجربة بتاعتي. اصلا كده كده المايك ممكن يفصل مني في اي وقت يعني، تمام. فانا هحاول اتكلم في الموضوع على طول. تعمل ايه لو انت متغرب، او انت حتى مش متغرب، انت في فترات مثلا بتقعد فيها لوحدك، ممكن تبقى لوحدك في الشغل، ممكن تبقى لوحدك في اي مكان بقى المكان ده. وتلاقي نفسك انك انت دماغك بدأت توديك وتجيبك، تمام. توديك وتجيبك بسبب حاجات كتير. ممكن تبقى حاجة في الدراسة، انك مثلا جبت مجموع مش كويس. ممكن تبقى مثلا بسبب ان صاحبتك سابتك. ممكن تبقى مشكلة فلوس. ممكن تبقى مشكلة جيم. الأوسخ ممكن تبقى كل ده في نفس الوقت، وده أنا تعرضت له عامة في حياتي. آم، ممكن تبقى مشاكل، صاحبتك سابتك مثلا. ايا ما كانت بقى المشكله بتاع شكلك مثلا، في حاجه غلط في وشك مثلا، يعني مش عارف، يعني ايا كان بقى السبب بتاع الاكتئاب. يعني ممكن يكون مثلا اهلك باضين عليك. لو انت اهلك، لو انت باضين عليك بجد اصلا انت ممكن تسيب. يعني انت ما تقعدش معاهم، هتقعد معاهم تعمل ايه طيب؟ يعني لو انت اهلك كل شويه يقعدوا يحبطوك مش عارف ايه بتاع، آه، حاول تطلع حجه انك انت تهرب. يعني انا مش بقولك ان انا جامد وان انا عملت كده وبتاع. انا جات لي على حظي، جات لي ان انا اعرف اتغرب، حلو الكلام. فانت حاول تاخد فترة معينة تقعد فيها بعيد عن اهلك لسبب معين. ممكن يبقى السبب ده شغل، ممكن يبقى السبب ده دراسة، انك انت مثلا عايز تاخد سكن عشان خاطر تركز اكتر، ايا مكان بقى الحاجة دي. بس يهمني انك انت تقعد فترة في حياتك قاعد فيها لوحدك لحد ما ربنا ما يكرمك ان شاء الله في حتة الفلوس، ايا مكان. وبعد كده ممكن تبدأ تأجر شقة آه، ايجار، بشكل اللي هو ايجار من غير فرش، من غير اي حاجه، مش مفروشه. وتبدا انت حتى لو انت في الاول بمساعده اهلك، تبدا تملى في الشقه دي، بحيث انك انت كانك بتجيب العفش بتاع الشقه قبل اي حاجه يعني، تمام. بحيث ان الموضوع هيبقى اوفر يعني، تمام. فانت كل ما تجيب مثلا، تعمل مثلا مبلغ كويس، تبدا تصرف حاجه زي كده. انا حاجه زي كده لسه ما جربتهاش، بس انا هعملها ان شاء الله بعد ما انا ما اتخرج ان شاء الله يعني، تمام. تعمل ايه لو انت دماغك بتسوحك؟ طيب، انا لما بيبقى عندي صداع، تمام، او يبقى عندي ايا مكان بقى المرض ده، انا بحاول افكر في السبب وراء المرض ده. يعني ايه اللي خلى المرض ده يجيلي، قبل ما افكر في المرض نفسه، او قبل ما افكر ان انا ازاي اسكت المرض ده. يعني انا مثلا دلوقتي قاعد مخنوق، مش هروح اشرب سيجاره على فكره، انا قاعد هنا لوحدي. يعني انا ممكن بجد بسهوله يا اسطى، بجد اروح اشرب سجاير عادي جدا، ومن تحت من الكانتين اللي تحت ولا اي مكان. بجد يا اسطى هنزل اجيب سجاير بجد، وعليا الحرام من دراعي، محد هيعرف عني اي حاجه بجد. بس انا مش عايز اعمل حاجه زي كده. ليه؟ هل السبب ان انا اهلي مثلا او اهلي هيعرفوا او مش عارف ايه؟ يا اسطى بجد انا لو بشرب سجاير يا جدعان انا مش هقعد اخبي بصراحه. انا ماشي هحاول اداري احتراما يعني، احاول مثلا مش عارف ايه بتاع، بس انا مش هقعد بقى كل شويه استخبى. والله بص، ابويا على يمين، وابويا مش عارف، ابويا ممكن يعرف ده. انا مش هحاول اعمل حاجه زي كده. انا بجد مش هحاول اعمل حاجه زي كده. وانا عرفت اهلي ان انا ما بشربش سجاير، وان انا لو بشرب سجاير فانا مش هقعد اخبي. انا عندي سبب قوي يخليني ابطل اشرب سجاير، حتى لو انا جيت اشرب سجاير، حتى لو انا رحت قصدي سوري اشرب سجاير. فده السبب. فانا دلوقتي لو انا مخنوق، او انا عندي مشكله، او اي مكان، انا مش هروح اشرب سجاير لسبب معين، ان انا مش عايز اطفي المشكله. انا مش عايز اطفي الاكتئاب، انا مش عايز اطفي الخنقه. انا عايز اعرف ايه سبب الخنقه دي. مثلا ممكن تكون مشكله في الشغل، او ممكن يكون انا مش معايا فلوس. هشرب ليه مخدر؟ بس السجاير تعتبر مخدر صح؟ حاجه بتخدرك، حاجه بتلهي دماغك شويه على الاقل يعني، بس بنسبه بسيطه. فانا هروح اشرب سجاير ليه؟ طب ما انا اروح اشوف ايه المشكله اللي في السيستم اللي عندي، اللي خلت ان مثلا مفيش فلوس. بكلمك بجد. ممكن تكون مشكله في الاوفر نفسه. ممكن تكون يعني انا عندي مثلا مشكله مثلا يعني بديك مثال يعني. ممكن تكون انت شغال ميديا باير، او انت فريلانسر او اي مكان. ممكن تبقى انت عندك مشكله في الاوفر نفسه بجد. اصل الاوفر نفسه ناس مش حباه، او مش مرغوب فيه، او في كتير منه، او انك انت بتارجت الناس الغلط. مثلا ممكن يكون حاجه زي كده، فاهم؟ انك انت بتبيع الميديا باينج مثلا، مش بتبيع التحول بتاع البيزنس، انك انت مثلا هتزود مبيعاتهم 10 20% اي مكان. بجد ممكن تبقى مشكله زي كده. ممكن تبقى مشكله في السيلز مثلا، او ممكن تبقى من اللي هو مشكله انت مش عارف تقفل الديل. ممكن تبقى مشكله
ودي كانت مشكله عندنا وانا بقول لكم عليها. مشكله في الفولو اب. وانا كلمت حد على الحوار ده، وحد ادالي استشاره يعني، فاهم حاجه؟ ان انا كان عندي مشكله في الفولو اب. انا عندي مشكله في الفولو اب بتاع الناس اللي مشتركه معايا، وعندي فولو اب مع الناس اللي ما اشتركتش، فاهم حاجه؟ انا عندي مشكله في الاثنين، انت متخيل؟ دي كانت مشكله عندنا. عشان كده انا بقول لك ان انا ما اعرفش قلت الحوار ده ولا لا في الفيديو، بس انا عامل خصم حوالي 20% للديلرز. ده اول خصم في حياتي اعمله. هيقعد بس كام يوم، لان انا هزود السعر. ليه انا هزود السعر؟ بكل بساطه ان انا هعمل سيستم قوي واضح اكتر للمتابعه. انا لازم اعمل حاجه زي كده. هعمل سيستم اكتر. انا كنت في الاول بستنى مثلا الناس تسالني، يعني انا مثلا قاعد ممكن ما حدش يسالني ولا سؤال، فاهم حاجه؟ بس انا هبدا اعمل الموضوع يبقى اكتر ليه علاقه بمنتور شيب اكتر، ان مثلا الناس دي انا اللي اخش اكلمها، انا اللي اخش ابعت لها شوف انتوا وصلتوا لحد فين. بلس ان انت كده كده البروجرام بتاعك بيبقى عباره عن ويكلي تاسكس، يعني بيبقى في مثلا ويكلي، الاسبوع الاول هنعمل كذا، الاسبوع الثاني هتعمل كذا وتخش تسلمها لي، الاسبوع الثالث هتعمل كذا، وهكذا على مدار تقريبا 8 اسابيع حاجه زي كده يعني، فاهم؟ حتى بعد الثمان اسابيع دول الناس بتقعد تجدد بسبب الميتنج كولز، بسبب المتابعه، بسبب ان هم عارفين ان انا وراهم في البيزنس بتاعهم. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ف ف في خصم على الديلرز. السعر هيزيد، وحياة السعر هيزيد، عشان انا مش عارف اطبق النظام ده بالسعر ده. حلو الكلام؟ فالحق يعني الحق، ده واحد من اقوى وافضل الاستثمارات اللي انت هتعملها في حياتك، ومفيش حد قال كلام عكس كده. اوكي؟ فده رقم واحد. كنت عايز اقول حاجه. فانا دلوقتي لما بكون في مشكله معينه في الفلوس، انا ما بدورش فكره هي انا عايز اخدر نفسي، انا عايز اشوف ايه المشكله اللي في السيستم نفسه. انت ممكن تقعد تحل مشكله في السيستم نفسه بالاربع شهور مثلا. ممكن يكون والله العظيم بكلم بجد مش بهزر. بس انت ممكن تكون مثلا مش عارف المعلومات اللي في الديلرز، او او وده اللي بيحصل على فكره، مش عارف تطبق المعلومات اللي جوه. عشان كده انا موجود. ما انا موجود ليه؟ ما كان زمان بعتها كورسات وخلاص بلا قرف يا عم، وبيد وانس وخلاص. بس انا موجود عشان تعرف تعمل ابلاي للحاجات دي. فانت ممكن تبقى عندك مشكله في الفلوس، ممكن تبقى عندك مشكله في ان انت مثلا صاحبتك سابتك مثلا، او في بنت خانقاك يا اسطى، بجد يا اسطى، واحده مثلا بتلعب بيك او اي مكان، فاهم؟ فانا المفروض ان انا ابدا اراجع، ابدا احلل الموقف اللي حصل. بنت مثلا لو كنت نازل معاها مثلا يعني، فاهم؟ والحوار ده على فكره بيحصل معانا شخصيا مثلا يعني. بنت مثلا نازل معاها، والبنت دي طفت مني. يعني انا كنت نازل معاها والدنيا معانا تمام وبتاع، بس بعد كده حسيت ان البنت طفت مني يا اسطى. بعمل ايه؟ والله بتكلم بجد، بقعد احلل بشوف انا هو ايه اللي انا عملته. هل انا مثلا ممكن اكون هزرت زياده مثلا؟ ممكن يكون على فكره. وعلى فكره ده كان واحده من الغلطات اللي كنت بعملها، مثلا ان انا كنت بهزر كتير. مش بهزر بضحك اللي هو اراجوز، لا، بس انا كنت بهزر وبضحك. واكتشفت ان الموضوع ده غلط. مش بقعد بقى ادي الوش اللي هو الوش ده انا بديه بصراحه عند بعض من النساء، فاهم حاجه؟ بس انا بجد ما ببقاش عايز اكلمهم بجد. فاهم حاجه؟ بس في العموم مش هقعد اديهم الوش ده. انا لا. فانت بتقعد تحلل. مثلا انت ممكن تكون كنت في علاقه، اسال نفسك قبل ما تلوم البنت اللي معاك في يا جدعان شويه حاجات كده معينه. انت المفروض تسال فيها نفسك قبل ما تلوم البنت اللي معاك، تقول مثلا ما هي اللي كانت كذا، ما هي اللي مش عارف ايه، هي. انت برضه المفروض تسال نفسك سؤال: هل انت كنت في ليفل معين، في اتيتيود معين ونزلت؟ بجد والله. اصل بصراحه بيني وبينك انت لو نزلت هي حقها بصراحه، ان هي كانت، انا زي ما انا عرفتك في الفيديو اللي فات، هي حباك دلوقتي. مش حب يعني عايزين نغير المسمى، خلاص يا جدعان اتفقنا احنا هنغير المسمى بتاع انا بحبك، لان انا بحبك دلوقتي. قدام معرفش، بس انا بحبك دلوقتي. فهل انت الاتيتيود بتاعك نزل؟ يعني هل انت فلوسك ممكن تكون فلوسك، خلي بالك، ممكن تبقى من فلوسك قلت. مش بقولك انك انت تقعد تصرف عليها يا عم، ما بقولكش تصرف عليها، فاهم؟ بس انت ممكن تكون فلوسك قلت مثلا، فالموضوع اثر عليك نفسيا، الموضوع اثر عليك في التمرين، ما بقتش عارف تجيب مكملات كويسه، فانت خسيت في اي مكان. ممكن تبقى مشاكل كتير قوي. فهل دي مشكله منهم؟ هل المشكله في جسمك، ان انت جسمك خس بجد يا اسطى؟ يعني هي مثلا بعد ما كانت بتمسك البايسبس مثلا معينه مش عارف ايه بتاع،
جسمك خس، ممكن يبقى ده سبب. فانت بتحاول تجمع ايه هي ممكن، هل انت مثلا ممكن تكون اتدلقت زياده عن اللزوم؟ هل انت مثلا كنت انت في الشغل بتاعك كنت بتشتغل مثلا شغلانه معينه مثلا، الموضوع كان مخليك يعني مشغول شويه، هل انت بعدت عن الشغلانه دي مثلا، فبقيت ترد في ساعتها على طول في اي وقت، تبقى مصدق ان هي ردت عليك، او تبقى ما مصدق ان هي خرجت معاك او اي مكان؟ اسال نفسك الاسئله دي، اسال نفسك الاسئله دي. هل انا ممكن اكون هزرت زياده، قعدت مثلا كنت بهزر زياده في علاقه وبقعد اضحك، اقعد اضحك مستوى عليه الحوار ده؟ فكره انا غلطت كتير، خلي بالكوا يعني، فاهم؟ انا لو كنت بهزر كنت مثلا تقول افيه فمش بضحك عليه اللي هو الشغل ابن لا ما بعملش كده يا جماعه، فاهم؟ بس انا بضحك الضحكه بتاعت اللي هي فاهم؟ ده الضحك العلقه دي. فهل ده ممكن يكون سبب؟ فانت تقعد مع نفسك تحلل، بدل بدل ما تبقى بهيم وحمار وغبي وتروح تشرب سجاير بجد. اصل انت ما بتعرفش ظروفي، انا اعرف اللي عنده ظروف بيحلها. انا بكلمك في الكونسيبت نفسه، في ظرف معين انا بحلها، بحلها. طب حاجه انا مش عارف احلها، خلاص هعمل ايه؟ بجد والله هعمل ايه؟ يبقى الزمن هيعالجها. خلاص انا حاجه انا عملتها، عدلت الحاجات بتاعتي، بس انا لسه فيها جوايا حاجه، دي الزمن هيمرهمها، ده الطبيعي. دي حاجه هتزعل اكيد، بس مش هتزود على العادات بتاعتك عاده تانية. مش هتبقى مثلا راجل مش اقوى مثلا، مش هتبقى مثلا راجل نفسه قصير، مش هتبقى راجل مثلا خايف تتخانق عشان انك انت نفسك قصير، فممكن اللي قدامك عارفين ممكن يمسكك يرقعك علقه يعني، فاهم؟ ممكن يكون ده سبب، ممكن يكون ده سبب من الاسباب. ممكن تبقى مشكله في الدراسه، ممكن تبقى انت مثلا جبت مجموع مش كويس، جبت مجموع مثلا مش كويس في ماده، او شلت ماده، ممكن تكون شلت ماده وبتحصل. ساعتها بدل ما اروح اشرب سجاير، او بدل ما اروح اشوف يعني مرهم او اي مكان، او حتى انزل اقعد مع اصحابي كتير، ما هو اي مرهم بقى يا جدعان احنا بنشوف اي حاجه ممكن تسحلك. ممكن تبقى الحاجه دي سكرول على التيك توك، ممكن تبقى الحاجه دي انك تقعد مع اصحابك، ممكن يبقى اي مكان بقى نوع المرهم، ممكن تكون اصلا المرهم اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده ممكن يبقى بجد اصلا، ممكن يبقى مرهم. فانت بدل ما تقعد تستهلك المرهم ده، انت تحاول تشوف ايه السبب، ايه السبب. انا مثلا ما ذاكرتش كويس بسبب ان انا ما كنت، مش هقول ان انا ما كنتش بحضر، ان انا لغايه دلوقتي ما بحضرش قوي، بس هنقول مثلا السبب ان انا كنت بسكرول كتير مثلا على التيك توك مثلا، او ان انا كنت كارف، او ان انا كنت بتعولق، او ان ما كانش في سبب يخليني انا اذاكر، أنا بذاكر ليه مثلا، او ممكن يكون في اي سبب من الاسباب. لما تشيل ماده زي ما انا حصل معايا من الاخر يعني، تمام؟ انا شلت ماده يا جدعان، انا بحاول كل ده بلف حوالين النقط، بس انا شلت ماده يا جدعان خلاص. آه، وبجد يا جدعان عمري في حياتي ما شلت ماده، دي اول ماده شيلها، شلت ماس 3. حلو الكلام. وهيخليني اخده السنه الجايه، وهيخليني ابذل مجهود ابن مره وسخه السنه الجايه عشان انا شلت ماده. حلو الكلام. بس انا عارف ان انا لولا الماده دي، عليا الحرام، عليا الحرام الترم ده كنت شلت 4 مواد. ليه؟ لان انا بجد يا جدعان الترم ده ما كنتش هذاكر، لان انا كنت خلاص يبقى بتيجي معايا بال كده، بتيجي معايا كده، عليا الحرام ما كنت هذاكر. ليه؟ انا الدنيا معايا ماشيه زي الفل، انا بنجح، فخلاص كل ترم مذاكرتي بتقل، كل ترم مذاكرتي بتقل. جيت في ترم شلت ماده، اشيل ماده ولا اشيل 3؟ اشيل ماده ولا اشيل 2؟ فاهم حاجه؟ انا كويس ان هي جت مثلا الماده دي على قد ان انا ممكن اخدها السنه الجايه، او ان الماده دي ما بتقفليش مواد قدام، فانا ممكن الموضوع يعني يعصلك معايا، ايا ما كان بقى السبب. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فانت تحاول تفكرها بالمنظور ده. طيب انت بتقول لي مهاب ما انزلش مع اصحابي، وبتقول لي ما اشربش سجاير، اعمل ايه؟ اقعد مع نفسك، والله بتكلم بجد، اقعد مع نفسك. عشان كده انا دماغي ما بتودنيش وتجيبني زي زمان. دلوقتي يا جدعان بجد الموضوع قليل بجد، انا عارف ان الوحده ممكن تكون قتاله،
بس انا قاعد لوحدي في رمضان ومش حاسس باي حاجه، عادي. شويه قاعد في الديسكورد، شويه مثلا شغال على حاجه، شويه مش عارف ايه، شويه رايح الجامعه، شويه بتمرن في الصيام، في عز الصيام بتمرن. فممكن تبقى اي سبب من الاسباب يعني، فاهم؟ او ممكن تكون قصدي اي حاجه اللي انا بعملها آه، عادي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ دماغي ما بتقعدش توديني وتجيبني. ليه؟ لان انا سلمت نفسي لدماغي. ولما سلمت نفسي لدماغي بقيت عارف نفسي اكتر، بقيت عارف انا بحب ايه، بقيت عارف انا بكره ايه، بقيت عارف ايه الحاجات اللي فعلا بتاثر عليا، بقيت عارف ايه القرارات الغلط اللي انا ممكن اعملها. يعني انا مثلا كنت في علاقه، حلو الكلام، مثلا اي مكان بقى، وخلينا نقول زي ما بنج ما قال ان التستوستيرون عندك قل. حلو الكلام. انك انت مثلا كنت اي مكان بقى التستوستيرون ده ممكن يبقى مشكله، بتبقى مشكله هو في ليفل الهرمون عامه، نابع عن العادات الغلط اللي انت بتعملها في حياتك. ممكن تبقى العادات دي ممكن تبقى مشاكل في الاكل، ممكن تبقى مشاكل في النوم، ممكن تبقى مشاكل في اي مكان. فمجموعه العادات الغلط دي خلت ان انت التستوستيرون عندك يقل. فانت ما بقتش تتمرن مثلا زي الاول، خلاص انت بقيت في زون الراحه. انا شقطت اللي انا كنت عايز اشقطها بجد يا اسطى، صاحبت اللي انا كنت عايز اصاحبه. ودي واحده من اكبر حاجات، العواقب لما انت تبدا تصاحب. واحده من اكبر العواقب لما تبدا تصاحب، انت بتبقى وصلت لليفل معين من الراحه، بلس ان انت الكورتيزول بتاعك ممكن يعلى. يعني تخيل انت واصل ليفل من الراحه والكورتيزول بتاعك ممكن يعلى. ليه؟ ممكن تبقى فيها مشاكل الدنيا والاخره بس انت مش شايفها بسبب انك انت تقعد تلفلف مثلا. فانت المفروض، بجد والله العظيم بتكلم بجد مش بهزر، انت المفروض تغمض عينك عن الشكل وتقول ايه صفات بنت الوسخه اللي انا مستحملها في البنت اللي معايا دي. والله بتكلم بجد، والله بتكلم بجد. يعني انا كنت كده، انا لما غمضت عيني بجد يا جدعان، على كل اكس من اكساتي، مش كلهم والله، والله كان في منهم بنات كويسين، بس انا كانوا جايين في وقت غلط مثلا. ممكن اكون كنت انا وحش بجد مش بهزر، عادي. ممكن اكون كنت انا وحش، بس بغمض عيني كده بقول، لو انت مثلا انا على اكس معينه، تقول اكس مثلا من الاكس عندي مثلا من سنتين، حلو كلام. فاقول ايه القرف، اغمض عيني اهو، البت حلوه يا اسطى بجد يا اسطى مش عارف ايه، بس انا غمضت عيني يا اسطى بجد يا اسطى البت عينها دي، وبنت يا اسطى كدابه، بنت بتاعت حوارات، وبنت بتقعد بتمانيبيوليت او بتقعد تلعب، وبنت بتقعد كل شويه تلاقيها بتكلمها تقعد تختفي وتيجي. طب وهو بقى، وانا فاضي بقى للشرمطه دي؟ بجد يعني انا فاضي للعلويه دي، ان انا اقعد بقى كل شويه اشوف بقى مين بقى هيرد على مين، مين هيرد على مين؟ بجد يا اسطى هو انا فاضي؟ انا فاضي للحوارات دي؟ اقعد مع نفسك وسلم نفسك لدماغك، دماغك هتسوحك يوم تاني تالت، بس صدقني هتبدأ تحل المشاكل دي. انا مش بقول لك الناس صح، انا بقول لك ده اللي انا عملته، ده اللي انا عملته، واللي خلاني الحمد لله اقوى في الفلوس، اقوى في الحمد لله بفضل ربنا، في الجسم. انا في جسمي يا جدعان، انا الحمد لله بفضل ربنا في البيك بتاعي. الحمد لله انا عمري في حياتي ما وصلت للليفل ده في جسمي. حلو الكلام. انا ممكن اوريكم صوره، انا ما بحبش انزل بالليفل، خلي بالكم الليفل الجديد آه، ما بحبش انزل بيه. بس استنوا يا جدعان، بس ردنا لواحد صاحبي، الليفل الجديد ده ما بحبش انزل بيه، بس انا هوريكم صور دلوقتي، ثانيه واحده. هوريكم صور دلوقتي. امم الصوره دي قديمه شويه ماشي، بس انا هوريها لكم. الصوره دي قديمه شويه بس انا هوريها لكم. فين الزفت؟ ده مثلا ليفل، بس الليفل ده يعني من شهر ونص، تمام؟ فانت ممكن تتوقع الليفل بتاعي دلوقتي يعني. يا محمد يعني انت بتقول لي رن عليا وما بتردش يا ابني؟ يا ابني انت عبيط يا ابني، بجد يا اسطى انت عبيط يا اسطى. يعني انت بتقول لي رن عليا ديسكورد وبرن عليك ما بتردش، ما اعرفش ايه العبط ده بصراحه يعني، بس ماشي. طب انا حرام من انا تاني. سلم نفسك لدماغك، سلم نفسك لدماغك، اقعد مع نفسك. صدقني صدقني المشاكل بتاعتك هتتحل عادي. آم، وس هنتكلم بقى. انا عارف ان دي حاجه ممكن تضايق الناس، حته انا بقول لك
مش عارف اتكلم فيه هنا، مش عارف اتكلم فيه هنا، بس يعني ممكن تبقى اي مشكله، ممكن تبقى المشكله دي مثلا بجد يا جدعان، ممكن تبقى المشكله دي مشكله عاطفيه، ممكن تبقى مشكله اي مكان، ممكن تبقى مشكله فلوس، اي مكان بقى المشكله اللي عندك. اقعد مع نفسك. أنا مش عارف اتكلم في الموضوع اللي كنت هتكلم فيه، كنت هتكلم في موضوع مهم فشخ والله، بس مش هينفع اتكلم فيه. آم، اقعد مع نفسك. لو عرفت تتكلم فيه، هتكلم فيه في الكوميونتي اللي في الديسكربشن بتاعت الواتساب. حلو الكلام. هكتبه لكم بشكل بوست. بوستات انا بكتبها لان انا مش عارف، بحس ان هي اريح شويه من ان انا اتكلم فيها في فيديو فيس تو فيس كده، واقول احا اللي انا قلته ده في الاخر يعني. تمام. ابدا اشتغل على فلوسك، علشان فلوسك هي بجد سلاحك. انت لازم تكون قوي ماديا، لازم تكون صلب نفسيا، لازم تكون قوي جسمانيا. اغلب الحاجات دي يا جدعان هتساعدها الفلوس. الفلوس. اعمل جوين في الديلرز. حول نفسك من انك انت سيرفيس بروفايدر، او انك انت مجرد ميديا باير، انك انت مجرد فريلانسر، او والله العظيم حتى يا جدعان بجد يا جدعان انا بقول لكم، انا مسميهم الديلرز عشان خاطر الناس دي يا جدعان بجد قويه. الناس دي يا جدعان بتفكر بطريقه قويه فشخ. انا بعمل لهم شيفت لتفكيرهم من ان هم مجرد حد عايز يتعلم مونتاج او ميديا باير، لان حد شايف مشكله وعايز يحلها. بيبيع المشكله وبيبيع الحل بتاعها. حاجه اسمها بين وحاجه اسمها ديزاير مثلا. ان هو فعلا يا جدعان بيخش يبيع فيها في الديلز بتاعت العميل. فهو بيعرف، مش مجرد ميديا باير، مش مجرد حد بتاع مونتاج، لا هو مثلا حد بيبني تراست لصفحه معينه مثلا يعني. هو مش مجرد حد ديزاينر، هو حد مثلا بيبني نفس القصه. ممكن تبقى تراست في البوسترات، ممكن تبقى اي مكان في البيج نفسها، ممكن يبقى اي مكان. الديلرز واحده من اقوى الاستثمارات اللي انت هتستثمر فيها في حياتك. وانا قد الكلام اللي بتكلم فيه ده، حاجه انا عاملها بنسبه 100%. 8 كورسات اقوياء فشخ. في عندك كوميونتي، سيبك من الكوميونتي، في عندك متابعه معانا، عندك ميتنج كودز بنخشها مع بعض، عندك حاجات كتير قوي. عندك بروجرام كامل انت بتبقى ماشي عليه، بيطلب منك تاسكات معينه. اعمل جوين علشان الخصم هيروح. انا هسيب لك اللينك بتاع الواتساب بتاعي في الديسكريبشن. خش ابعت لي وانا هبعت لك التفاصيل بتاعت كل حاجه تقريبا يعني. تمام.